بيقول لك حسن شاكوش ومراته اتخانقوا وضربوا بعض وطردها من الشقة وخد الشبكة والعفش. يعني انت كنت بتسجدي على ايه؟ يعني انت كنت يوم الفرح بتسجدي وهو يقول لا ده احنا مالناش الا بعض واحنا حبايب، انتوا بتعملوا شو قدام الناس عشان تثبتوا ان انتوا بتحبوا بعض والديكور والترند والكلام ده كله. لكن في الحقيقة انتوا منافقين وبتنافقوا نفسكم وبتضحكوا على نفسكم قبل ما تضحكوا على الناس. وانتوا واحنا دلوقتي صدقنا ان المجتمع ده كله فيك زي شيرين وسام والفضايح والمسخرة اللي بتحصل بينهم، وده ما بيكونش حب حقيقي. وده طمنا ان احنا الناس ما تبصش في الناس دي على انهم مثلا اعلى او قدوة ليهم، لكن لازم يعرفوا ان كل المجتمعات الهشة اللي قامت على الهيافة والغناء التافه هي مجتمعات لا يجوز لها أن تقيم حياة زوجية سعيدة، أو إن هي تنجح في عمل ليه علاقة بما أمر الله به سبحانه وتعالى. ولذلك الناس دي بسبب النفاق اللي هم فيه وبسبب إن هم بيضحكوا على نفسهم قبل ما يضحكوا على الناس، مش غالبا لم تنجح لهم حياة زوجية ولم تنجح لهم حياة آه، بما امر الله به. يعني ايه؟ يعني لما يجوا يعملوا حاجه صح مش هيفلحوا فيها، هم مش نافعين الا في الغلط من الاخر، هم مش نافعين الا في الحاجه الشمال او الحاجه الغلط. ولذلك تلاقيه بينجح في الغنى، ممكن ينجح ان هو يمشي مع واحده ست، لكن الجواز لا. والنهايه بتاعتهم دايما بتبقى زي ما شفنا حسن شاكوش وشفنا شيرين وشفنا غيرها من الفنانين والحاجات اللي قايمه على الفن والمسخره.